في 3 كرتونات كانوا بيتعرضوا على كرتون نتورك، لكن فجأة توقفوا تماما. كرانس الموسم الأول نزل عادي، لكن حصلت مشكلة كبيرة بعد كده. في مشاهد وأيحات اتعرضت في حلقات تانية وتسببت في هجوم كبير على القناة. كرتون نتورك قررت تمنع إعادة عرض بعض المواسم، خصوصا بعد تغيير مخرج العمل بسبب سلوك غير لائق، وده خلى الكرتون يتوقف تدريجي. The Powerpuff Girls نسخة 2016، النسخة الجديدة من فتيات القوة مكملتش على كرتون نتورك رغم الاسم الكبير. الموسم الأول اتعرض، لكن المواسم التالية اتوقفت تماما. سبب الجماهير كرهت طريقة تقديم الشخصيات، واتهموا النسخة الجديدة انها بتهين النسخة الأصلية وفيها إيحاءات ومحتوى مش مناسب للأطفال، فالكرتون نتورك قررت تسحب الكرتون. انفينيتي تري قطار اللانهاية، كرتون غريب ومليان فلسفة وأفكار وجودية. رغم انه كان ناجح نقديا، كرتون نتورك شالته تماما من كل المنصات. السبب القناة شايفاه مش مناسب للأطفال عشان بيتكلم عن الهروب، الاكتئاب والهوية.